قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وفاة موسى عليه السلام، ثم ذكرنا شيئا قليلا عن نبي الله حزقيل كما ذكر أهل الكتب. أما موسى عليه السلام فقبل وفاته وفي تيه بني إسرائيل 40 عاما حدثت له حادثة ذكرناها وسنذكرها بالتفصيل في هذه الحلقة. في يوم من الأيام كان موسى عليه السلام يخطب في قومه، فإذا بهم يسألون من؟ موسى عليه السلام، من أعلم الناس؟ وكان موسى عليه السلام لا أحد أعلم منه في بني إسرائيل، فقال لهم أنا. فعاتبه الله عز وجل، عاتبه الرب على هذه الإجابة لأنه لم يفوض الأمر لله جل وعلا. فقال الله عز وجل له: يا موسى إن لي عبدا هو على علم لا تعلمه أنت. أنا عندي عبد أحد عبادي يعلم أمورا أنت لا تعلمها يا موسى، حتى يعلم موسى عليه السلام أن العلم من الله سبحانه وتعالى، ومهما أوتي الإنسان من علم فإن الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاجتهد موسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا، يسأل الله عز وجل: من هذا العبد الذي عنده علم أنا لا أعلمه؟ فأخبره الله عز وجل أن هناك عبدا اسمه الخضر. هذا الرجل تجده عند مجمع البحرين، بحر وبحر آخر يلتقيان في مكان. مجمع البحرين في هذا المكان ستجد عنده هذا الرجل الذي اسمه الخضر. ما قصة الخضر؟ ومن هو الخضر؟ وهل هو نبي من الأنبياء أم ولي من الأولياء؟ المسألة فيها خلاف، وإن كان الراجح والله أعلم أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، لأن الله عز وجل علمه بعضا من أمور الغيب. موسى عليه السلام اجتهد: يا رب أريد أن أرى هذا الرجل، أي بحر هذا؟ وأين يلتقي هذا البحر مع بحر غيره لأجد هذا الرجل؟ فأخبره الرب عز وجل أن هناك علامة يا موسى، سافر عند البحر، اذهب عند ملتقى البحرين وابحث عن هذا الرجل، لكنك لن تجده إلا إذا فقدت سمكا تحمله. احمل معك مكتلا مثل الكيس، وضع فيه سمكة ميتة، إذا فقدت هذه السمكة ففي المكان نفسه ستجد الخضر. لما يريد أن يبحث عنه موسى؟ يتعلم. يا الله، موسى عليه السلام يريد أن يتعلم من هذا الرجل. وإذ قال موسى لفتاه، من فتى موسى عليه السلام؟ رجل اسمه يوشع بن نون، فتى مخلص لموسى عليه السلام، سيكون يوما من الأيام نبيا من الأنبياء. موسى عليه السلام قال لفتاه يوشع: أنا سأظل أسير في الأرض عند البحر حتى أجد الخضر. قال: وكيف ستجده؟ قال: احمل معك مكتلا، كيسا، وضع فيه سمكة، فإذا فقدت السمكة فأخبرني، لأن المكان الذي سنفقد فيه السمك
سنجد فيه هذا الرجل. قال له يوشع: وكم ستظل تسير في الأرض وعند البحر حتى تجده؟ قال: سأسير في الأرض سنوات طوال حتى أجد هذا الرجل وأتعلم منه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، ملتقى البحرين، أو أمضي حقبا. لو ظللت أمشي في الأرض سنوات طوال حتى أجد هذا الرجل مشيت ولا يهمني، ولن أبالي، أقطع الأراضي وأقطع البحار وأسير في كل مكان. لما يا موسى؟ إنه العلم وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم. موسى عليه السلام يسير في الأرض، معه من؟ معه فتاه يوشع بن نون يحمل كيسا فيه سمك، يبحث عن هذا الرجل الذي اسمه الخضر. ماذا سيفعل موسى عليه السلام إذا وجد هذا الرجل؟ ما الذي سيحصل بين موسى وبين هذا الرجل؟ انطلق موسى عند البحر، وفي الأرض يمشي يسير يبحث عنه ليتعلم منه العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انطلق موسى عليه السلام مع فتاه يوشع بن نون يبحثان عن الرجل الذي يسمى الخضر ليتعلم منه موسى عليه السلام. وصل إلى المكان الذي وعدهم الله عز وجل فيه، مجمع البحرين، مصب المياه. كان موسى عليه السلام يمشي ومعه يوشع، عنده مكتل فيه سمكة، إذا ضاعت السمكة وهربت هنا موعد لقاء الخضر. نعس موسى عليه السلام وتعب من الطريق، وجد صخرة عند مجرى الماء، نعس واستلقى ونام. جلس من؟ يوشع بن نون يترقب. فجأة تحرك المكتل، خرجت السمكة وإذا بها تقع في الماء وتسبح فيه. يا الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. انتظر يوشع بن نون حتى إذا استيقظ موسى من نومه نسي أن يخبره بأننا فقدنا السمكة، فقدنا الحوت. مشى موسى عليه السلام ومشى معه يوشع بن نون حتى إذا قطع مسافة من الطريق عند مجرى الماء. فلما جاوز قال لفتاه: جاع موسى، قال: أعد لنا طعاما. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر من؟ يوشع بن نون تذكر أن السمكة فقدت وأنها تحركت وأنها هربت إلى البحر، إلى الماء. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، عند الصخرة عند الماء، تذكر لما نمت عندها، لما جلسنا عندها؟ فإني نسيت الحوت. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. عجبا، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. دخل في البحر، دخل في الماء، عجبا أي صنع له طريقا. قال موسى وهو فرح: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي أردناه. فارتد على آثارهما قصصا. رجع موسى مع يوشع بن نون في نفس الطريق إلى الصخرة التي أووا عندها، فإذا به يجد رجلا مستلق على الأرض، قد اخضرت الأرض حوله، ولهذا سمي الخضر. عند الماء نائم مغطى بثوب. سلم موسى عليه السلام، قال: السلام عليك. فرفع الرجل الغطاء عن رأسه، قال: وأنا بأرضك السلام؟ يعني وين يأتينا السلام في هذه الدنيا الآن؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. فقال الخضر: قال موسى بني إسرائيل؟ قال: وما أدراك بي؟ ما الذي أخبرك عني؟ قال: أدراني بك الذي أدراك بي الله عز وجل. ثم قال الخضر لموسى عليه السلام: والبقعة كلها قد اخضرت، يروى أن هذا الرجل كلما جلس ببقعة اخضرت، ولهذا سمي الخضر. قال: وما تريد مني يا موسى؟ ما الذي جاء بك إلي؟
قال جئت أتعلم منك. قال تتعلم وعندك التوراة؟ قال إنك على علم تعلمه لا أعلمه أنا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الخضر لموسى عليه السلام لن تصبر، لن تتحمل. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لن أعصك وسوف أتبعك. أدب موسى عليه السلام مع الخضر. وبدأت الرحلة، رحلة موسى عليه السلام مع الخضر، تلك الرحلة المثيرة التي قضاها موسى مع الخضر بحوادث مريبة غريبة. وانطلق موسى مع الخضر. انطلق موسى عليه السلام مع الخضر متوجهين إلى البحر في بداية رحلتهما. وصل موسى مع الخضر إلى شاطئ البحر ينتظران سفينة تقلهما، أما يوشع فقد رجع إلى قومه، فإذا بسفينة تأتي إليهما. فلما رأى أصحاب السفينة الخضر أركب الخضر مع موسى بغير مقابل. لما؟ لأن الخضر معروف في قومه بأنه رجل صالح، بأنه رجل تقي، وربما يكون نبيا أصلا. فركب موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام إلى تلك السفينة، وبدأت الرحلة في البحر. أثناء رحلتهما رأى موسى عليه السلام طيرا يشرب من البحر، طيرا يأخذ بمنقاره شيئا من البحر،